له الأسماء وأسكنه الجنة دار البقاء وحذره من الشيطان ألد الأعداء ثم أهبطه إلى الأرض دار الابتلاء. نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء ونعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء، ونشهد أن لا إله إلا الله ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء، خلق السماوات والأرض بقدرته في 6 أيام وكان عرشه على الماء، خلق الخلق فمنهم السعداء والأشقياء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم إمام المجاهدين والأتقياء والشهيد يوم القيامة على الشهداء، دعا أصحابه إلى الهدى فلبوا النداء، المعصوم صلى الله عليه وسلم فما أخطأ قط ولا أساء. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السائرين على دربه إلى يوم اللقاء. أدم الصلاة على الحبيب محمد، أدم الصلاة على الحبيب محمد، فقبولها حتماً بدون تردد، فأعمالنا بين القبول ورفضها إلا الصلاة على الحبيب محمد. أنا ما مدحت محمداً بقصائدي ولكني مدحت قصائدي بمحمد. أنا ما مدحت محمداً بقصائدي ولكني مدحت قصائدي بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاً، وأسأل الله الكريم الحليم رب العرش العظيم الذي جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم الكريم المبارك أن يجمعنا جميعاً بصحبة حبيبنا المصطفى، قولوا آمين. أن يجمعنا جميعاً بصحبة حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. نحن اليوم بإذن الله تعالى على موعد مع حسن الخلق، فأعرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. لما أراد الله عز وجل أن يمدح حبيبه المصطفى مدح حبيبه ونبيه بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه من أعظم الصفات التي مدح الله عز وجل بها نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نبينا يخبرنا أن الله ما أرسله إلا ليتمم مكارم الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اختزل الدين كله في الأخلاق. قال أحد السلف: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إذا أردت أن يكتمل إيمانك فعليك بحسن الخلق، وهذا ليس من كيسي، إنما هو كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيماناً أحسنهم أخلاقا.
إذا أردت أن يكتمل إيمانك، إذا أردت أن يتم الله عز وجل إيمانك، إذا أردت أن يحبك الله ويحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك بحسن الخلق. مهما كانت صلاتك، ومهما كانت زكاتك، ومهما كان حجك أو عمرتك، أو مهما كانت أعمالك الصالحة، لكن كل هذه الأعمال تضيع إذا كنت سيء الأخلاق. واحد بيصلي ما بيسيبش ولا فرض في الجامع، ده في الصف الأول في الجامع، لكنه سيء الأخلاق، معاملته مش كويسة مع زوجته، مع أولاده، مع أبوه أمه، مع جيرانه، واكل حق إخواته البنات في الميراث، جاي على جاره بيتبلى عليه، بيتكلم عليه كلام مش كويس إلى غير ذلك. أنت بتصلي في الصف الأول، ده أنت بتصلي جماعة، ده أنت بتعتمر كل سنة، ده أنت بتحج كل سنة، ده أنت بتزكي، ده أنت بتتصدق. كل هذه الأعمال لا قيمة لها أمام حسن الخلق. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، اسمع، إن فلانة تكثر من الصلاة والصيام، ما بتقومش من على السجادة، على طول ليل ونهار صلاة وصيام، بتصوم بالنهار وتقوم بالليل. إن فلانة تكثر من الصلاة والصيام، غير أنها، اسمع دي، تؤذي جيرانها. بتصلي كتير، بتصوم كتير، بتحج، بتعتمر، بتزكي، بس بتعمل إيه؟ بتأذي جيرانها. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة: هي في النار. إزاي يا رسول الله؟ دي بتصلي لكنها بتؤذي خلق الله عز وجل، لكنها تؤذي جيرانها. إن فلانة تكثر من الصلاة والصيام والصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بأنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. وقالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الفروض وبتصلي تطوع لكن مش كتير، وتتصدق بالأثوار من الأقط، يعني بتتصدق بحاجات بسيطة زي الجبنة الجريش كده بتاعتنا، ولكنها، اسمع دي، تحسن إلى جيرانها، معاملتها كويسة مع جيرانها، ما بتتكلمش في حق جيرانها، ما بتؤذيش جيرانها، بتعاملهم معاملة طيبة، بتعاملهم معاملة حسنة. قال النبي في التو واللحظة: هي في الجنة. الأولى بتصلي وبتصوم وبتعمل وبتسوي لكنها بتؤذي الناس، فقال: هي في النار. والثانية بتصلي الفروض اللي عليها وتطوع مش كتير وبتتصدق بأشياء بسيطة لكنها تحسن إلى جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. بل ولما سئل النبي صلى الله عليه عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، أسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة، قولوا آمين. قالوا: يا رسول الله، ما أكثر شيء يدخلنا الجنة؟ فقال النبي: تقوى الله وحسن الخلق. هم دول الأمرين اللي يدخلوك الجنة، تقوى الله وحسن الخلق. فالعلماء وقفوا أمام هذا الحديث وقفة طويلة. لماذا حدد النبي التقوى، تقوى الله عز وجل، وحسن الخلق؟ فقالوا بأن تقوى الله تصلح ما بينك وبين الله، وحسن الخلق يصلح ما بينك وبين الناس. فإذا ما أصلحت ما بينك وبين الله وأصلحت ما بينك وبين الناس كنت من أهل الجنة. طب إيه كمان؟ هتدخل الجنة كده وخلاص؟ اتقيت الله عز وجل وكانت أخلاقك حسنة، عاوز تكون في مكانة عالية في الجنة، إيه رأيك؟ تكون مع سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان ولا سيدنا علي، ولا تكون مع دول كلهم ومعهم سيدنا النبي؟ إيه رأيك تكون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ اللهم ارزقنا جواره في الجنة، اللهم ارزقنا رؤيته في المنام وشفاعته يوم الزحام، وارزقنا جواره في الجنة يا حنان يا منان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
عاوز تكون مع سيدنا النبي وقريب من سيدنا النبي في الجنة، فعليك بحسن الخلق. طب معلش أنا مش عايز أكون في الجنة بس كده، أنا عايز أكون في أعلى مكان في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في الجنة. يعني إيه الزعيم؟ اللي هو الضامن، لأن في حديث تاني سيدنا النبي يقول: الزعيم غارم، يعني الضامن غارم. أنت لما تروح تضمن واحد في قرض أو غيره وبعدين هو ما سددش، يقول لك إيه؟ هاتوا الضامن اللي ضمنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا الضامن لك إذا فعلت هذه الأمور أن تكون من أهل الجنة. مين اللي بيضمن لك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما سيدنا النبي قال، اعلم أن الله عز وجل سينفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من نفسه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول النبي: أنا زعيم بيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني اللي ترك الهزار الكتير حتى وإن كان على حج. وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. طب والتالتة؟ وزعيم بيت، يعني ضامن لك بيت في الجنة في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه. يعني عليك بتقوى الله وحسن الخلق تدخل الجنة، عليك بحسن الخلق تكون مع سيدنا النبي أو مرافق لسيدنا النبي في الجنة وقريب من سيدنا النبي في الجنة، عليك بحسن الخلق تكون في أعلى مكان في الجنة. إذا أردت أن تكون مع النبي، وإذا أردت أن تكون في الجنة، وإذا أردت أن تكون في أعلى درجات الجنة، فعليك بحسن الخلق. طب حسن الخلق ده عبارة عن إيه؟ كل شيء يتضمن المعاملة مع الناس، لذا قالوا إن الدين المعاملة، يتضمن المعاملة مع الناس، فهذا يدخل تحت حسن الخلق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق الأواب الذي كان يجري الله عز وجل الحق على قلبه ولسانه، لما تولى أمر الخلافة وكان أميرا للمؤمنين، كان يسير في طرقات المدينة ليلا، كان بيتفقد أحوال الرعية، بيسأل عن الناس اللي هو مسؤول عنهم، لأنه يعلم قول النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيتفقد عمر أحوال الرعية في الليل، فيجد امرأة عندها أطفال يبكون، ست كده عندها عيال صغيرين عمالين يعيطوا من شدة الجوع والألم، والمرأة كأنها بتطبخ لهم، جايبة حلة كده وبتحط فيها مية سخنة كأنها تطبخ لهم لحد ما يناموا. فراح سيدنا عمر يسألها: إيه الموضوع؟ أنت فيك إيه والولاد دول بيعيطوا ليه؟ فقالت: حالي كذا وكذا، مش لاقيين ناكل، ما عندناش اللضة كده زي ما احنا بنقول بالبلدي. فحزن عمر واشتكت هذه المرأة وقالت: والله لأشكون عمر إلى الله عز وجل. فذهب عمر مسرعا إلى بيت مال المسلمين وحمل الطعام والشراب، فقال له أحد أصحابه: أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ خليك أنت، أنا هشيل الأكل ده وأنا هشيل الشرب ده والحاجة دي وأنا هوديها للست دي. فقال: احمل علي ولا تحمل عني، شيلني وما تشيلش عني، أتحمل عني أوزاري يوم القيامة. وذهب إلى هذه المرأة وأعد لها الطعام والشراب، واستيقظ الأطفال فأكلوا وشربوا. فقالت: والله إنك لا أحق بالخلافة من عمر. هي ما تعرفش إن هو عمر، لأن لا كان في تلفزيون ولا تصوير ولا غير ذلك، هي بتسمع إن أمير المؤمنين اسمه عمر، لكنها لم ترى أمير المؤمنين. فقالت: والله إنك لا أحق بالخلافة من عمر، عمر الأمير، عمر الرئيس، عمر أعلى رجل في الدولة يسوي الطعام لأطفال صغار، عمر يحمل الدقيق والزيت والماء والطعام والشراب على ظهره ويقول لصاحبه: أتحمل عني أوزاري يوم القيامة. إحنا فين من ده؟ النهاردة لو واحد مسؤول شوية جيت تطلب منه طلب وكأنك يعني قلت كلاما غريبا. لو واحد غني شوية قابلته في الشارع وطلبت منه شيء يعاملك معاملة من فوق وكأنه أنت من طينة وهو من طينة. لكن
نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام علمونا حسن الخلق. فإذا أردت أن تكون مع رسول الله فعليك بهذه الأخلاق العظيمة. نكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحتاج جميعا إلى حسن الخلق، فكلنا يحتاج إلى بعضهم البعض، كل واحد منا يحتاج إلى الآخر، كلنا نحتاج إلى البعض أو إلى الآخرين. أنت عاوزني وأنا عاوزك، أنا ليا مصلحة عندك وأنت ليك مصلحة عندي. أنت هتعاملني كويس هعاملك كويس، طب لو أنت عاملتني وحش برضه هعاملك كويس، حتى لو أنت عاملتني مش كويس. ليه؟ لأن هذه أخلاقي، فعاملني فأعاملك بأخلاقي ولا أعاملك بأخلاقك. أنا لما أجي هعاملك بأخلاقي أنا، بتربيتي أنا. إذا أردت أن تفوز فعامل الناس كما أمرك رب الناس سبحانه وتعالى، عامل الناس كما كان يعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي أحد الأعراب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، أعطني من المال فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. أنت ما بتدينيش حاجة من جيبك ولا جيب أبوك. ده الكلام ده لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله الكلام ده لو حصل دلوقتي الواحد يعني عادي ده ممكن يقوم يقتله، إنما سيدنا النبي يقابل الأمر بابتسامة ويأمر لهذا الرجل بالعطاء ويديله اللي هو عايزه. واحد تاني يدخل المسجد النبوي فيبول أعزكم الله، يقضي حاجته في مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقوموا عليه وعايزين يضربوه وعايزين يقتلوه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه يقول إيه؟ دعوه حتى يكمل بولته. سيبوه، محدش يقطعه، سيبوه لحد ما يخلص. فينتهي الرجل ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عنفه ولا شتمه ولا زعجله ولا سبه خالص، بيعامله بمنتهى الحب ويخبره: يا هذا إن بيوت الله لم تبنى لشيء من هذا. يعني بلاش تعمل الأمر ده في المسجد أو في بيت الله عز وجل، بلاش تقضي حاجتك في المسجد. يا هذا إن بيوت الله لم تبنى لشيء من هذا. فيدخل الرجل في الصلاة خلف رسول الله، فيقول الرجل، سيدنا النبي بيصلي، فالرجل يبدأ يقول إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. يعني يا رب ارحمني أنا وسيدنا النبي بس. الناس دي الصحابة دول زعلوني، أصحاب سيدنا النبي ضايقوني، ما عملونيش زي سيدنا النبي. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. ينتهي النبي من صلاته ويعلم الرجل ويعلمنا أمرا آخر، فيقول له: يا هذا لقد حجرت واسعا، لقد ضيقت أمرا واسعا وسعه الله عز وجل. أنت لما دعيت لي وليك بس، واحد غيرنا هيفرح، واحد غير سيدنا النبي يعني هيفرح لو واحد مننا ده دعا لنا لوحدي، ده الدعوة خاصة بي أنا. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. فسيدنا النبي يقول: لقد ضيقت واسعا. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، يقول الله: ورحمتي وسعت كل شيء. لقد حجرت واسعة، يعني بلاش ضيق الدعوة، خليها مفتوحة. اجعل الله عز وجل يرحم جميع الخلائق، اجعل الله عز وجل يرحم جميع عباده. يعلم الرجل بمنتهى الحب، بمنتهى الفهم، بمنتهى حسن الخلق. أسأل الله أن يجمعنا بالحبيب المصطفى في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تول أمرنا وقنا شرار أعمالنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد خير الأنام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد خير الأنام. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر.